اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معنا فيلم جديد، وهو فيلم يور نيم. هو فيلم كرتون عائلي. بتبدا قصتنا في قريه يابانيه صغيره هادئه تدعى ايتوموري، حيث تعيش ميتسوها، وهي فتاه مراهقه تشعر بالملل من حياتها الروتينيه في القريه، وتتمنى لو كانت تعيش في مدينه صاخبه مثل طوكيو. ميتسوها فتاه نشطه ومبدعه تحب الرسم وتصنع كرات الارز اللذيذه. في نفس الوقت في طوكيو الصاخبه يعيش تاكي، طالب في المدرسة الثانوية ويعمل بدوام جزئي في مطعم. تاكي شاب عملي ومحبوب من أصدقائه، ولكنه يشعر بالوحدة أحيانا. في ليلة ما يستيقظ تاكي ليجد نفسه في جسد فتاة لا يعرفها، ويتفاجأ بأنه يعيش حياة ميتسوها في القرية. وفي نفس الوقت تستيقظ ميتسوها لتجد نفسها في جسد تاكي وتعيش حياته في طوكيو. في البداية يشعر كلاهما بالارتباك والخوف، ولكن سرعان ما يدركان أنهما يتبادلان الأجساد بشكل غامض. ميتسوها تفاجأت بحياة المدينة الصاخبة وواجهت صعوبة في التأقلم، لكنها كانت سعيدة بتحقيق حلمها ولو كان مؤقتا. أما تاكي يحاول التصرف كما لو كان ميتسوها، لكنه يرتكب بعض الأخطاء التي تثير شكوك أصدقائها. ويكتشف الاثنان أنهما يتبادلان الأجساد بشكل عشوائي، ويبدأان بالتواصل عبر كتابة الملاحظات على الورق أو الهاتف، ليشرح كل منهما للآخر كيفية التعامل مع حياته. مع مرور الوقت يعتاد كلاهما على التبديل، ويتعلم كل منهما أشياء عن الآخر. تاكي يصبح أكثر حساسية وفهما لحياة الريف، وميتسوها تستمتع بحياة المدينة وتترك أثرا إيجابيا على علاقات تاكي، خاصة مع زميلته في العمل. تاكي-كن. شيئا فشيئا يبدأ الاثنان بالشعور بمشاعر عميقة تجاه بعضهما، رغم أنهما لم يلتقيا وجها لوجه. بعدها ميتسوها تخبر تاكي عن مهرجان كبير في قريتها، وعن مذنب جميل سيمر في السماء قريبا. وفجأة يتوقف التبديل، وتاكي يحاول الاتصال بميتسوها لكنه لا يتلقى أي رد، فيشعر بشيء غريب ويدفعه الفضول لمعرفة مكان قريتها. وبمساعدة ملاحظاته ورسوماته يبدأ تاكي بالبحث عن ايتوموري، وعند وصوله للقرية يكتشف مفاجأة مروعة، وهي أن القرية دمرت بالكامل قبل 3 سنوات بسبب سقوط جزء من المذنب عليها، وميتسوها وكل سكان القرية قتلوا في الكارثة. تاكي يدرك أنه كان يتواصل مع ميتسوها في الماضي قبل الكارثة، فيشعر بالذنب والرغبة في إنقاذ ميتسوها وسكان قريتها، فيسافر إلى الجبل المقدس في القرية، حيث يعتقد أن أرواحهم مرتبطة، ويشرب من سائل مقدس تركته ميتسوها في المعهد، مما يعيد الاتصال بينهما. في هذا الوقت ميتسوها تعود إلى جسدها قبل الكارثة بيوم واحد، وتاكي وميتسوها يلتقيان لفترة وجيزة عند الغروب على الجبل المقدس، ويكتشفان أن الزمن بينهما ليس متزامنا، لكنه لحظة غامضة حيث يمكنهما التحدث وجها لوجه. وقبل أن ينفصلا يقرر كل منهما تذكر اسم الآخر، لكن القدر يجعلهم ينسون بسبب العودة إلى عالمهم الخاص. يحاول تاكي كتابة اسمه على يدها، لكنه يكتشف فقط أنه كتب كلمة أحبك قبل أن ينقطع الاتصال بينهما. بعدها ميتسوها تأخذ زمام المبادرة وتحاول إقناع سكان القرية بالإخلاء عبر إطلاق إنذار الحريق، ورغم صعوبة إقناعهم يساعدها أصدقائها في نشر الفوضى لإجبار السكان على المغادرة. وأثناء محاولة الإنقاذ تقول لنفسها: من الشخص العزيز الذي لا ينبغي أن ينساه؟ من أنت؟ إيه اسمك؟ بعدها تسقط فجأة، تكتشف أنه كتب على يدها أحبك. تمر السنوات وتاكي وميتسوها يعيشان حياتهما بشكل طبيعي، لكن كلاهما يشعر بفراغ غامض وكأنهما فقدا شيئا مهما. تاكي يصبح شابا بالغا يبحث عن وظيفة، وميتسوها تنتقل للعيش في طوكيو. وفي أحد الأيام يلتقيان صدفة في أحد القطارات، وكلاهما يشعر بأنهما يعرفان الآخر، لكن لا يستطيعان تذكر السبب. ويمر القطاران بجانب بعضهما، وفي النهاية ينزلان ويتقابلان على الدرج، وبابتسامة مليئة بالحنين يسأل كل منهما الآخر: ما اسمك؟ وفي النهاية الفيلم بيعلمنا أهمية الروابط الإنسانية العميقة، وكيف يمكن أن يتخطى الحب والقدر حدود الزمن والمسافات ليجمع بين الأرواح المتصلة. إنه تذكير بأن القدر يجمعنا بمن يمنحون لحياتنا معنى أعمق وروحا أجمل وحياة أفضل. المهم، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهنتظر رأيكم في التعليقات. أشوفكم في الفيديو القادم. سلام.